هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل وصفة بفتيك جميلة جدا ومعاها مكرونة بالصوص الاحمر. وهنتعلم ازاي نخلي طبقة الكفر بتاع البفتيك تبقى متماسكة في اللحمة وما تتقطعش مني وقت التحمير. وطبعا ما تنسونيش بقى في اللايك وفي الاشتراك وتفعيل زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل وصفاتي اللي هعملها بعد كده باذن الله. زي ما احنا شايفين حتة اللحمة متماسكة في الكفر بتاع البقسماط، وجميلة وفي نفس الوقت مستوية وطرية مش ناشفة. خليكم معايا لما نشوف بقية المقادير. دلوقتي معايا دي لحمة بفتيك مقطعة ومدقوقة عشان افك الانسجة بتاعتها زي ما احنا شايفين كده. لازم خطوة دقها دي مهمة عشان تساعد معايا في تسوية حتة اللحمة بتاعتي. كمان معايا البهارات عبارة عن بصلة مبشورة ناعم جدا لدرجة ان ممكن تكون المية بتاعتها خارجة، ومعانا فلفل اسود وملح، ومعايا بهارات لحمة وليمونة، وكمان هنحط كمان شوية خل كمان في التتبيل. في بولة عندي هحط كل البهارات والبصل والليمون وكله وهقلبهم في بعض، وهحط كمان الخل عليها. نزل كل البهارات، اتاكد ان انا نزلتهم كلهم طبعا عشان بس البصله كانت منزله شويه من الميه، فيعني الى حد ما تعتبر بلت البهارات بتاعتي، بس مش مشكله يعني. هحطها وهعصر الليمونه وهسيب بالليمونه بالقشر بتاعها. القشر بتاعها برضو بيديني نكهه في التتبيله بتاعتي. انا كده كده هرميها وقت ما اجي هحمر وكده، بس يعني بسيبها، بحب اسيبها كده في وسط التتبيله بتاعتي تديها نكهه كويسه. كمان الليمون تعتبر من احد العوامل في التسويه بتاعت اللحمه، وبرضو اهم عامل عندي هو الخل. هحط حوالي نص كوبايه خل تقريبا في التتبيله، ودي يعتبر برضو زي ما قلت ده اهم عامل عندي في تسويه البفتيك بتاعي. هقلب التتبيله بتاعتي كويس كلها على بعضها بحيث ان انا ادوب كل البهارات والملح اللي فيها، وهنزل بعد كده باللحمه بتاعتي هتبلها ازاي؟ بجيب قطعه من اللحمه وببلها من الناحيتين بالمحلول اللي انا عاملاه ده، محلول التتبيل، وبخليها على جنب، واجيب القطعه اللي بعدها واعمل نفس الحركه، اعملهم كلهم وهسيبهم شويه يتبلوا مع بعض. كده انا عملتهم اهم، هسيبهم بقى على جنب مش اقل من ساعتين يتبلوا. دلوقتي المكرونه عندي هنجيب حله تكون كبيره وتكون فيها ميه كتير، وهسيبها لحد ما تغلي زي ما احنا شايفين كده، تغلي كويس جدا. كميه ملح مش قليله، حوالي معلقتين كبار ملح يتحطوا، دول اهم حاجه عندي في تسويه المكرونه بتاعتي. في ناس بتحط زيت في المكرونه، لا، مش ده عامل اللي يخلي المكرونه ما تمسكش في بعضها. اهم حاجه عندي ان الميه تكون كتير وملحها كتير، تبقى عامله زي ميه البحر بالظبط. انا بحب اكسر الاسباجيتي بتاعتي النصين، بكسرها وبحطها. الحاجه التانية كمان المهمه في تسويه المكرونه وان هي ما تلزقش، ان انا اقلب فيها طول ما انا واقفه اقلب فيها. لازم كل شويه لازم اقلب فيها عشان لا تعجن معايا ولا تمسك معايا. هقلب فيها واسيبها لحد ما تستوي معايا. دلوقتي عندي هنبتدي نحط بقى الكفر بتاع البفتيك. الكفر بتاعي هيبقى عبارة عن بيضتين، هضربهم مع ملح وفلفل، وهفكها بحاجة من الاتنين. يا اما بتحطي معلقتين من اللبن، لو مفيش لبن بتحطي معلقتين ميه. ايه فايدتهم؟ بفك شويه لزوجة الزلال بتاع البيض، بحيث وقت ما تيجي تحطي حته اللحمه فيها ما لاقيش البيض كله ماسك في اللحمه، فبالتالي بيخلي كميه البقسماط اللي انا بحطها كتير. لكن لما بعمل حركه ان افك الزلال بمعلقتين ميه او بمعلقتين لبن، بتلاقي سهل جدا ان انا مهلكش كتير قوي من البيض اللي انا بستخدمه. وكمان معانا دقيق ومعايا بقسماط، والبقسماط انا هحط عليه شويه من فيجيتار، بيديله طعم وتتبيله حلوه كده وطعم حلو من بره. انا مش هعمل كل البقسماط عندي، مش كل الفيجيتار، انا هعمل حبه بحبه على حسب ما هحتاج. فانا حاطه شويه من البقسماط، ويا ريت اختار يكون البقسماط ناعم، البفتيك ياخد بقسماط ناعم، تمام. وبحط عليهم شويه من الفيجيتار وبقلبهم كويس، وهبتدي احط اللحمه بتاعتي في الخلطه. خطوات الخلطه هتبقى ماشيه ازاي؟ هبتدي اعفر بالدقيق، وبعد كده هنزل في البيض، وبعد كده هنزل في البقسماط. ادي حته اللحمه بتاعتي، بتاكد ان كل التتبيله اللي عليها انا نزلتها بايدي من عليها عشان ما تعملش فرق ما بين الكفر بتاع البفتيك وبين اللحمه. وبعدين بنزل في البيض يا دوبك بس بالله حاجه بسيطه، وبعد كده هنزل في البقسماط.
هحطها بقى في البقسماط. الخطوه بقى اللي هنا نركز فيها قوي قوي عشان هي مهمه. البقسماط لما باجي احطها بفرد الحته بتاعت اللحمه بتاعتي في البقسماط، واتاكد ان البقسماط غطاها كلها كويس جدا. مش بس كده وبس، ولازم بايدي اطبطب كويس بحيث ان انا اخلي البقسماط بتاعي يتخلل اللحمه بتاعتي، تبقى ماسكه ومتماسكه، يعني كأن البقسماط واللحمه كأنهم حته واحده. الخطوه دي مهمه جدا جدا جدا، دي يعتبر من اهم الخطوات اللي ممكن ما تخليش الكفر بتاع البقسماط عندي يفك. وطبعا باخد البقسماط وبعينه حوالي مش اقل من ربع ساعه في الفريزر. الوقت هنعمل الصوص الاحمر بتاعي. حله سخنه فيها زيت، وهنحضر معايا بصلايه مفرومه، فصين توم مفرومين، وقرن فلفل مقطع صغير. هقلب كده البصلايه يا دوبك تتشوح حاجه بسيطه. التقليه كلها على بعضها انا مش عايزاها تحمر معايا، بس يا دوبك تبل معايا. هقليها حاجه بسيطه. بعد كده هنزل بالفلفل وبالقرن شطه والفصين الثوم المفرومين، هقلبهم مع البصله تقلبتين صغيرين كده. وبعد كده هبتدي انزل بعصير الطماطم بتاعي. طبعا اقلب كويس بحيث ان انا مش عايزه حاجه تحمر معايا، عايزه بس يا دوبك يتبالوا بس معايا. تمام. هنزل بقى بعصير الطماطم بتاعي. بعد كده البهارات عندي عباره عن ملح وفلفل ومعلقه صغيره من السكر. ايه فايده السكر؟ بتعادل الحموضه بتاعه الصلصه بتاعتي. مهم قوي على فكره موضوع السكر ده، مش بقول سكر كتير بس يعني حبه صغيرين. وهسيبها بقى لما تستبك. دلوقتي تحمير اللحمه ونركز فيه برده كويس. طاسه سخنه فيها زيت. تمام. هحط فيها حته اللحمه بتاعتي وما احركهاش، اسيبها زي ما هي. اولا ما املاش الطاسه بتاعتي، هي دوبك الحته يعني القطعه الواحده من اللحمه يا دوبك على قد الطاسه. هتلاقيها ارتفعت من اماكن بالراحه كده، انا بقوم ضغط عليها، بخلي الحتت اللي ارتفعت دي تهبط تاني. ما حركهاش تماما لحد ما اتاكد ان الجزء اللي تحت ده معايا بدا يحمر. انا دلوقتي بصيت عليها لسه ما احمرش، هسيبها شويه وبعد كده هبص عليها تاني. وطول ما انا واقفه اضغط عليها، انزل الحتت اللي عندي بترتفع معايا. لقيتها اتحركت معايا في المقلايه تمام كده، اقوم قلبها على الوش التاني. واخدين بالكم هنا بدات احمرت معايا وبقى لونها كويس اهو. وفي نفس الوقت الكفر بتاعها ماسك فيها ما تفكش. تمام. وهفضل سايباها الناحيه التانيه واعمل فيها نفس الخطوات بالراحه، برضه اضغط عليها لحد ما تتحمر. الصلصه عندي دلوقتي اتسبكت اهي تمام. هقوم نازله بقى عليها بالمكرونه بتاعتي ومقلباها فيها. وطبعا في المرحله دي هبتدي اهدي النار على الصلصه بتاعتي. هحط المكرونه بتاعتي كلها، وطبعا انا مهديه دلوقتي النار. وهبتدي بعدها اقوم مقلبه المكرونه في الصلصه بتاعتي كلها، وبسيبها حوالي مثلا دقيقتين 3 4 دقايق بالكتير، وبطفي عليها النار وهي كده تبقى جاهزه معايا. يا دوبك بس الدقايق دي بسيبها يعني تسخن شويه، لكن ما سيبهاش اكتر من كده عشان الصلصه ما تسويش المكرونه عندي اكتر. يعني انا خلاص تمام سويتها في وقت السليق فهي تمام على كده، لكن مش عايزه اسويها اكتر من كده. تمام. انا اقلبها كده كويس واتاكد ان الصوص تغلغل في المكرونه. ده الشكل النهائي بتاعي عندي، البفتيك والمكرونه. وزي ما احنا شايفين من اول الفيديو برضو ان البفتيك قطعه متماسكه في بعض في اللحمه، ما تفكتش معايا في التحمير. تمام. والف هنا وشفا، يا رب تكون عجبتكم وصفتي. وما تنسونيش بقى في اللايك وفي الاشتراك وتفعيل زرار الجرس. وعشان